خوتي خواتاتي سلام الله عليكم. كانت المغرب كتسعى بكل جهد لدعم كفاح الشعب الجزائري في معركته ضد الاستعمار الفرنسي، وتواصل هذا الدعم حتى بعد حصول المغرب على استقلاله سنة 1956، وصار أقوى من البداية. واعتبروا المغاربة الثورة الجزائرية ثورة للمغاربة ملكا وشعبا وحكومة. عمل المغرب على دعم الكفاح الجزائري ماديا، بحيث أن الشعب كان كيقدم مساعدات مالية وكياخدوا وصل كيتبت هذه المساعدة. دعم تواصل لدرجة أن المدن المغربية كانت كتستقبل تداريب المقاومة الجزائرية، واتخاذ المقاومة الجزائرية مدينة وجدة ونواحيها مقر لها، وتما كانت كتخطط كل العمليات. ووفر ليهم المغرب دعم بشري وبالأسلحة كيف قال بن بلة في المذكرات ديالو. وكان ملك البلاد آنذاك محمد الخامس أهم الداعمين في كل الاجتماعات الدولية، وسخر كل الإعلام الوطني للدفاع عن هذه القضية. ومن بين الجرائد اللي كانت كتدافع بقوة عن هذه القضية صحيفة العلم الناطقة باسم حزب الاستقلال. وتم افتتاح إذاعة سرية كانت كتبث من مدينة طنجة. الدعم اللي لقاته القضية الجزائرية من طرف الراحل محمد الخامس تسبب في قلق للفرنسيين، بحكم أن فرنسا دوزات في الجزائر 132 سنة وكتعتبرها جزء من الأراضي الفرنسية، وما عمرها كانت كتعول أنها غادي تخرج منها، ودارت فيها إصلاحات وبنية تحتية مهمة مقارنة كل الدول الإفريقية. حاول المستعمر الفرنسي مساومة الملك محمد الخامس عدة مرات بصفقات مختلفة مقابل البترول، الأمر اللي كان مرفوض من محمد الخامس اللي واصل مسعاه في مساعدة الجزائر. وبسبب هذا الرفض تم تهديده بالقتل، وتم تهديده بالوحدة الترابية للمملكة. وعلى الرغم من كل هذه الضغوطات بقى الملك محمد الخامس على عهده اللي عهد بها المناضل التونسي حافظ إبراهيم، وقال ليه: بلغ يا حافظ الإخوة الجزائريين أن المغرب ملكا وحكومة وشعبا باقين على العهد حتى تتحرر الجزائر ونحتفل جميعا بيوم استقلالها. كل هذا الدعم والمغرب لم تستفد منه لا ناقة ولا جمل، بل خسرت العديد من الأراضي، لأن الراحل محمد الخامس رفض يحدد الحدود المغربية الجزائرية مع فرنسا حتى تتحرر الجزائر. ولكن بعد استقلال الجزائر قالوا هذا ما ورثناه من ماما فرنسا. ورغم اقتطاع الصحراء الشرقية تيبلبالة وتيميمون وغيرها من الأراضي المغربية اللي ضمتها الجزائر بصفة رسمية، تخلى النظام المغربي على كل هذا الشيء باسم العروبة والإسلام، ليظل المغرب وفيا لحسن الجوار ودعم المقاومة. وفي الأخير وقبل إنهاء هذا الفيديو أسألكم الدعاء للجد بالرحمة والمغفرة ولكل أموات المسلمين. في أمان الله.